الرائعون لا يموتون، بل تبقى سيرتهم العطرة في قلوبنا، وتبقى أعمالهم في أذهاننا. إنها الإرث الذي ننهل منه ونستزيد. بعد تاريخ طويل من الإبداع والنضال، فقدت الساحة الإعلامية واحدا من فرسان الزمن الجميل، إعلامي متميز دمث الخلق، صاحب صوت فريد وابتسامة هادئة وثقافة واسعة. وفي لمسة وفاء اليوم نودع بيتهوفن الإعلامي القدير الراحل محمود سلطان. أنا أكثر حزنا على أستاذي الأستاذ محمود سلطان، لأنه كنت قريب منه قوي، وهو اللي تبناني من أول ما دخلت التلفزيون. كنت في الإذاعة، وكان هو دايما في صوت العرب استوديو جنبنا، يعني في إذاعة الشعب وصوت العرب. علاقتنا بدأت من زمان، يعني من أيام الإذاعة. فالحقيقة الله يرحمه كان يعني ما يحبش يأذي حد خالص، يعني حتى أيام ما كان كبير المذيعين عندنا في قطاع الأخبار في التلفزيون، يعني كنت أنا دايما مشاغب كتير قوي وغلطاتي كتير، فكان بيستحملني بطريقة فعلا طريقة أخوية وأبوية، يعني عمره ما حاول حد تحقيق خالص. أدبه وأخلاقه وتعامله مع الناس واحترامه للصغير قبل الكبير، قدرته على العطاء وقدرته على إن هو كان إنسان قد إيه جميل، كان إنسان قد إيه متفاهم ولطيف، بيتعامل مع الناس كلها بمنطق واحد. كان أستاذ بمعنى كلمة الأستاذ، والأستاذية مش بمعنى إن هو مثقف أو عنده قدرة من الثقافة أعلى من الآخرين، لكن كان أستاذ كمان في التعامل، قدرة على التعامل والقدرة على العطاء، دي مهمة جدا. علشان كده إحنا كلنا جايين النهاردة ناخد عزاء من كل الأسرة الإعلامية كلها جاية تاخد عزاء لكل الناس اللي بيحبوه، فإحنا مش هننساه، لأن هو شخصية ما تتنسيش الحقيقة. بكل حبه وبكل عطائه لينا احنا جايين النهارده علشان ناخد عزاه، وهو طبعا البقاء لله واللهم لا اعتراض، ولكن في جميع الاحوال احنا فقدنا كأسرة اعلاميه شخصيه كنا كلنا بنجمع على حبها. الخلق والتهذيب والانسان الذي لا يتوانى عن يعني تلبية الدعوة من أي زميل أو زميلة. يعني عمري ما شفت محمود سلطان بإجماع البشر في الإعلام المصري والإعلام العربي الناس محبين لهذا الإنسان بدرجة عالية، نتيجة خلقه ودماسة سلوكه في كل الأحوال وفي كل الأحداث. اتعلمت منه قد ايه انه الواحد يبقى مقدر زملائه لما يبقى عندهم اي ظرف او بيعتذر عن نشرة. كان الأستاذ محمود بيبقى موجود دايما معانا وفي وسطنا، وهو اللي بيشتغل طالما عارف انه في ظرف يعني قهري خلى احد من الزملاء ما يقدرش يحضر نشرته. فكان هو مش عارفه اقول لك ايه، لكن يعني احنا كلنا بنحبه وهو عارف ان احنا بنحبه وهنفضل نحبه، واستاذيته هتفضل موجوده جوانا، وتواضعه ومعاملاته الانسانيه مفيش حد كان بيشوفه الا لما بيسعد من قلبه ان هو قابله. وهو كان حريص ان هو يبقى بيلتقي بكل اللي موجودين يوم ما بينزل التلفزيون، وكان دايما بيبقى موجود لاخر لحظه، كان موجود لاخر امتحانات كانت بتعقد لاختبارات كان هو موجود. صاحب مدرسه فريده من التلقائيه والبساطه. في مدرسه موجوده في امريكا اللاتينيه اسمها الواقعيه السحريه، اللي هي بسيطه كده بس ساحره في الادب في الكتابه. فهو في الاعلام هو صاحب الواقعيه السحريه
في الإعلام، إنه ببساطة شديدة جدا واقعي، أداؤه جميل، غير مبالغ فيه، حساس، مرهف، بيكلم الناس، بيكلم العيلة المصرية، فكل واحد في العيلة بيعتبره أخوه. أنا كنت بعتبره أخويا فعلا. ويوم فرحي قلت مين اللي أنا أدعيه؟ أول واحد فكرت أدعيه مش بصفته نجم مشهور بس، طبعا كان حاجة تشرفني، إنما كنت حاسس إن ده أخويا الكبير. كل الادب، كل الاخلاق، كل الصفات الجميله الواحد شافها في الدنيا كانت موجوده في هذا الشخص، فيستحق فعلا الناس تحزن على فراقه جدا يعني. وانا من الناس اللي بجد فعلا فارق معايا فراقه جدا، فاتمنى كل التعزيه لاسرته، كل التعزيه لكل احبائه يا رب. محمود سلطان بالنسبه لي وبالنسبه لجيلي واجيال كتيره قبلينا وبعدينا قدوه، ومش هتعرفي قيمه القدوه دي غير لما تقعدي معاه وتتعلمي منه. هو كان بيعلمنا حاجات كتير وهو قاعد معانا، وهو بيتحرك وهو بيتصرف، وهو على الهوا وهو بره الهوا، دايما بيعلمنا. احنا بالنسبه لجيلنا استاذ محمود سلطان مش بس يعني اعلامي، استاذ علمنا يعني بالفعل مبادئ الاعلاميه اول ما دخلنا التلفزيون، لكن كان كمان متابع لينا، يعني الحقيقه ما اتقطعش ابدا الصله بيننا وبينه على مدار السنوات اللي احنا اشتغلنا فيها. كان دايما بيتابعنا، لو في اخطاء حتى على الشاشه كان بيوجه دايما لينا الملاحظات بتاعته. لو في حتى مشاكل احنا بنعاني منها داخل المبنى تلاقيه دايما يعني على الفور اتصل بينا وقال لنا ايه الحكايه، وبالفعل يروح يتوسط لينا عند رؤسائنا علشان يعني يحل المشكله بتاعتنا. محمود صوت مميز جدا قبل اي شيء، واداء مميز جدا، وثقافه مميزه جدا. يعني هو كان الاعلامي المتكامل كما ان يجب يكون الاعلامي عليه. ده كان محمود سلطان الحقيقه، وسوف دائما نتذكره في هذه الصوره. هذا يوم مشهود لمجموعة دراسة النسور، فهناك 5 من طيور الأسر في حظائر النقاهة قد شفيت تماما، وهي على استعداد لأن تطلق إلى بيئتها الطبيعية. ويقوم العاملون ومساعدوهم من المتطوعين بعمل شاق من قبل شروق الشمس لتجهيز الطيور للانطلاق في الهواء. ويزداد عدد المقيمين في مركز ديوان من النسور يوما بعد يوم، وهم ليسوا جميعا من المرضى أو المصابين، لأن النسور طيور اجتماعية تفضل الحياة معا في مجموعات تشعر فيها بالاستقرار الأسري في مأوى مناسب يتوافر فيه الماء والغذاء. الإعلامي القدير محمود سلطان من مواليد 15 نوفمبر عام 1940 بمدينة القناطر الخيرية. عمل سلطان في بداية حياته الإعلامية بإذاعة صوت العرب، ثم انتقل كقارئ لنشرة الأخبار في التلفزيون، وارتبط اسمه بواحد من أشهر البرامج على الشاشة وهو عالم الحيوان. كما كان من بين أول فريق اشترك في تقديم برنامج صباح الخير يا مصر، والذي كان أول برنامج توك شو إخباري في التلفزيون. محمود سلطان هو أحد رواد جيل الوسط، عمل كبيرا للمذيعين، ثم نائبا لرئيس قطاع الأخبار، ثم مستشارا من الدرجة الممتازة برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأقام بالتدريس في بعض الجامعات المصرية في كليات الإعلام، وقام بتدريب أجيال من المذيعين في قنوات مختلفة. احنا في عزاء الصديق والأخ والزميل العزيز محمود سلطان، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. محمود كان إنسان خلوق، إنسان راقي، إنسان مهذب، إنسان في عمله مهني. احنا كنا من شهر في لجنة لاختبار المذيعين والمراسلين في قطاع الأخبار، وأنا دايما في معية محمود سلطان اللي كنت بعتبره مثلي حينما بدأت العمل كقارئ نشرة في تلفزيون مصر. محمود من الناس اللي حقيقي مش هيتعوض. ايه اللي يميزه كإنسان؟ نقي، إنسان نقي. هو في نموذج بسيط جدا يعني ممكن أوصله للمشاهد بشكل عام أو لكل الإعلاميين، إن أنت ممكن تبقى ناجح وممكن ناس تحبك في نفس الوقت، وممكن تحقق نجاحات كبيرة قوي على مستوى الشاشة وعلى مستوى البشر
من غير ما تخسر نفسك، من غير ما تخسر اي حاجه، من غير ما تخسر اي حد. ده نموذج ومثال فريد جدا الاستاذ محمود سلطان. بيعرف يخدم الناس، وخصوصا البرامج المختلفه، وبالذات طبعا البرنامج بتاع عالم الحياه. ما افتكرش حد في مصر ما شافش البرنامج يعني، فالله يرحمه طبعا وعيلته واسرته يصبرهم، لان انا زعلت قوي عليه. قليل ما بتلاقي حد بالشخصيه المحترمه الهاديه اللي فاهمه الوقوره زيه. الحقيقه محمود سلطان مدرسه لوحده، مدرسه في دماثه الاخلاق، في الابتسامه الهادئه اللي بتدخل كل قلب، في عالم الحيوان اللي كنا كل جمعه كلنا بنتلم حواليه. كصديق جميل عرفته في الايام الاخيره، هي اخر السنين قربنا قوي لبعض. هفتقده كتير جدا جدا جدا. كنا بنتقابل هو وطبعا زوجته زميلتي في النشر الانجليزي طول عمرنا، فطبعا يعني من كل قلبي انا بقول بقاء لله. محمود هنفتقده جدا، لكن كإنسان هو عايش معانا على طول، لأن محمود قدم الكتير وعلى إيده أجيال كتيرة أوي اتعلمت، يا ريت يتعلموا منه لهدوء ودماثة الأخلاق. أنا قلت الحقيقة أن حزن كبير جدا على فقدنا ليه، كنا دائما الاتصال بيه، لأن لا يمكن ننسى العلم اللي تركه لينا وتعاليمه اللي علمها لنا في مجال الإعلام، هتفضل موجودة معنا تراث على مدى التاريخ، لأن محمود سلطان ما كانش من الإعلاميين المصريين فقط، كان على مستوى الوطن العربي. وفي زميلة أطلقت عليه لقب وأنا استحسنته جدا، سلطان الإعلام العربي. يمكن هو ما أخدش حقه كاملا أو جزء منه زي كتير من اللي اشتغلوا بالإعلام ويتقنوا العمل فيه استفادة، لكن ما لهمش معايير إعلامية زي الناس الجيل اللي اتعلمنا منه. هو أستاذ الإعلام في مصر وكذلك في العالم العربي، وأنها كلنا كنا نسمع برنامج عالم الحيوان، وإحنا رحم الله الأستاذ الإعلامي الكبير محمود سلطان، ونتمنى أن يكون درس وعبرة لكل الجيل الصاعد كيف كان وكيف الكبير بكل مثل وكل خلق، ونتمنى وندعو له جميعا بالرحمة، ولأخيه ولزوجته بالصبر والسلوان لهم جميعا. حتى من أيام ما كان عضو في مجلس الشعب، الخدمات اللي قدمها لولاد دايرته كانت شيء عظيم جدا جدا. قد إيه هو كان مصري يعني زي ما احنا بنقول كده باختصار، مصري حتى النخاع. أستاذي وأخي الذي لم تلده أمي محمود سلطان لن يتكرر. الله يرحمه. طبعا الأستاذ محمود كان قيمة عظيمة جدا، وكان مثل يحتذى به لكل الناس، وهو الحقيقة يعني لازم يحتذى به حتى في الأجيال القادمة كلها. دمس الأخلاق وثقافة عالية وقيمة كبيرة جدا، وإعلامي عظيم، وأعطى وأسرى الإعلام بشكل كبير جدا. كلنا بنترحم عليه، والحقيقة يعني احنا فقدنا هذا الإعلامي العظيم، سواء كإنسان أو سواء كإعلامي، لكن الحق اتقال هو أكيد في مكان أفضل بكتير، وربنا يصبر أهله وكل معجبينه، وأنا أولهم. يعني هو أستاذي، هو اللي علمني، هو اللي طلعني على الشاشة، هو اللي اداني يعني إيه إن الإعلامي أخلاق وتعامل وتواضع قبل ما يكون مذيع. يعني إيه يعمل ده؟ ودي حاجة يعني مش سهل إنك تتعلميها. يعني هي في شعرة صغيرة قوي ما بين إنه الواحد بيحس إنه هو شخص الناس كلها عارفاه، بس يبقى قد إيه متواضع، قد إيه يبقى أخلاقه جميلة قوي. فالناس يعني لو شاف اي حد عظيم القامه وشاف جنبيه حد بسيط جدا، يجري على البسيط قبل ما يجري على العظيم. دي كانت طريقه محمود سلطان. محمود سلطان قيمه اعلاميه كبيره برحيله. طبعا اكيد الاعلام المصري كله فقد رمز كبير، واستاذ محمود سلطان طبعا تاريخه غني عن التعريف. اعتقد ان طبعا اجيال كبيره اتعلمت على يد الاستاذ محمود سلطان، واكتسبوا منه خبرات ومعارف كبيره. طبعا احنا بندعو له بالرحمه والمغفره. هي استاذنا مثال للخلق، يعني الحقيقه اتعلمنا منه كتير قوي قوي. استاذ محمود الحقيقه يعني اتعلم منه ازاي
كيف يكون المذيع، كيف يكون الإعلامي. المسألة يعني هو أصلا يعني أستاذنا في الإذاعة أولا وبعدين التلفزيون، وما زال لغاية آخر لحظة الحقيقة بيعلمنا، وكنا بنلتقي بيه دايما في استراحة الإذاعة. الحقيقة لمسة الوفاء أننا ننفذ بكل ما نستطيع تلك القيم التي قضى عمره يدافع عنها. هذا هو الوفاء الحقيقي، أن نحاول بقدر ما نستطيع أن ننفذ وأن نحتذي بالقيم التي قضى عمره كله في الدفاع عنها. محمود سلطان مجموعة من الأحاسيس الواحد مش عارف يقول إيه. يعني أنا حقيقي يعني أتلعثم يعني وأنا بتكلم على محمود سلطان، لأن محمود سلطان بيمثل لي النهاردة أخ كبير راح مني النهاردة حقيقي، ومعلم أنا اتعلمت منه كتير قوي. محمود سلطان انتوا كنتوا بتشوفوه على التلفزيون، لكن أنا تعاملت معاه إنسانيا وياما وقف جنبي وجنب ناس كتير جدا جدا. ومع إشراقة الفجر تكون ضحايا الليلة الماضية في طي النسيان، بينما يستمر صراع الحياة بين الباقين على قيد الحياة، حيث يسود قانون الغابة الأبدي: البقاء للأقوى. ويزيد من حدة هذا الصراع جشع الإنسان الذي دفع هذا الأسد الشجاع الذي يعرف بملك الحيوانات إلى الاشتراك في معركة البقاء على قيد الحياة. تحتاج الأسود إلى مساحات واسعة لكي تصطاد فيها وتعيش فيها، وهذا المجال الحيوي الهام لحياتها هو الذي يطغى عليه الإنسان بالتوسع على حسابه لتوفير المزيد من المساحات اللازمة للزيادة السكانية المضطردة. وتوجد الأسود الأفريقية عادة في جنوب الصحراء الأفريقية، وهي تتجول في مناطق الحشائش والسهول، حيث يوجد العديد من الحيوانات العشبية بوفرة والتي تعتبر الغذاء الرئيسي لها. وتتم معظم عمليات الصيد قبيل الغروب، عندما تنخفض درجات الحرارة ويقل سطوع ضوء الشمس بعد فترة الظهيرة الشديدة الحرارة. وتخرج إناث الأسود للصيد في جماعات، وهي تطارد فرائسها خلسة في خفة وحذر، ثم تتحرك فجأة للهجوم عليها. نال محمود سلطان خلال مشواره مع الإعلام كثيرا من التكريمات والجوائز، ومنها نجمة سيناء عن عمله على جبهة القتال في حرب أكتوبر 73، وكانت آخر التكريمات في الدورة 15 لمهرجان الإعلام العربي عام 2010. أبي محمود كان شخصية كل الناس بتجمع عليها رأي واحد: أخلاق، ذوق، حنين، حبوب، يحب الصغير قبل الكبير، حنين علينا كلنا، على اخواته كلهم. شخصية يهيألي التلفزيون مش هيجي فيه واحد زيه تاني. هو راجل رفيع الذوق، لا تصدر عنه أبدا حتى في جلساته الخاصة ومع أصدقائه عبارات خارجة. ومش غريب إنه يكون من أقرب أصدقائه الأستاذ بهاء طاهر، وإحنا جمعتنا يعني مقاهي الزمالك فترة طويلة من العمر. فأنت أمام رجل مثقف يدرك حقائق عصره، لا تند عنه كلمة خارجة واحدة، ومطلع على الأداب. كان دايما لو أي حد كان بيمر على مكتبة ديوان يمكن في ال10 سنين اللي فاتت ممكن يلاقي في فترة الظهر الأستاذ محمود بيروح ويبص على الكتب الجديدة ويقعد في الكافتيريا بيطلع حتى يختار حقيبة كتبه في هذا اليوم. فأنت أمام إعلامي ومثقف ووطني ورجل على ذوق إنساني وفني رفيع. الأستاذ محمود سلطان رحمه الله قامة إعلامية كبيرة، رائد من رواد العمل الإذاعي المسموع. بدأ عمله في إذاعة صوت العرب إلى أن وصل كبير المذيعين فيها، ثم انتقل لعمل في التلفزيون وله بصمات كثيرة.
رحمه الله بقدر ما أعطى لي الإعلام المصري من إذاعة وتلفزيون. أنا شخصيا تزاملت معه فترة طويلة في لجان اختبار المذيعين. التلفزيون المصري فقد رمز من أهم رموزه، له بصمة واضحة جدا في كل شيء، في التعليم، في تخرج أجيال، في الخلق، في الدراسة، في كل شيء. اتعلمنا منه وزملناه في مشوار حياته كصديق وكزميل وكأخ. الحقيقة ربنا يرحمه، وهو إنسان لا يعوض. أستاذنا وفقيد الإعلام المصري، وبنتمنى له الرحمة والمغفرة، وألا يحرمنا أجره ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. إنسان رائع، الناس كلها بتحبه، كل حياته كان مديها بابتسامة، تقابليه دايما راضي، دايما مبتسم، دايما ما بيشتكيش من حد، عمره ما قالك ده فلان عمل فيا ولا أنا متضايق، عمره اتظلم كتير جدا، كان المفروض ياخد مناصب مهمه جدا، كان المفروض ياخد مساحه على شاشه اكبر. ده احنا عندنا حتى يعني في المواقع، في القنوات الخاصه اللي بيطلع على المعاش بيعمل برنامج تحفه، يعني في ناس كبيره في السن بتعمل برامج في CNN والBBC، مش ان هم عدوا ال60. لم يتم الاستفاده كما يجب من محمود سلطان، كان طاقه، وكان حتى كمحاور هادي مش مستفز، او لم يتم الاستفاده منه، ما ندروش حقه لا على مناصب ولا على الشاشه، ومع ذلك كان راضي. اللي احنا شفناه النهارده في العزاء اكبر دليل على حب الناس للراحل الاعلامي الكبير الاستاذ محمود سلطان. النهارده مصر كلها ممثله بكل رموزها موجوده في العزاء. الله يرحمه كان يتمتع باخلاق طيبه جدا وحب للناس وتواضع، وكان ليه مواقف كتيره جدا. كان دايما بيشجع الاجيال الجديده من المذيعين. احنا لما كنا مذيعين في بدايه التسعينات كان بنقرا النشره، كان لما نقابله ما نحسش ان في فرق، ان هو يعني استاذ لينا جميعا، كان بيدينا الملحوظات، يقول لنا ادائكم في النشره كويس، ملحوظاتكم كذا كذا، كنا بنستفيد منه على المستوى الانساني. يعني هو عشرة عمر، إن شاء الله يسكنوا فسيح جناته. محمود صعب قوي يتعوض، قوي قوي، على المستوى الخلقي والإعلامي والمهني، وقد إيه كان بيحب بلده وبيحب الناس وبيحب أصدقائه، كان جميل قوي. سيرتك العطرة ستظل حية في أذهان الكثيرين من زميلات وزملاء، من مشاهدين ومستمعين. انت الحقيقة محمود سلطان من خلال معاشرتنا ليه كان فعلا صورة للإنسان الخلوق طيب القلب، الإنسان الذي يعطي بقدر ما لديه من جهود. أقول لي يعني رحمة الله واسعة لك يا محمود. عندما تستمع إلى صوت محمود سلطان فأنت تستمع إلى سيمفونية من سيمفونيات بيتهوفن، صوت عذب رقراق يدخل إلى قلبك من أول وهلة وتميزه من بين مئات الأصوات، حيث يمتلك دقة في الأداء وحضورا رصينا وثقافة واسعة. فوداعا محمود سلطان الإعلامي القدير، والذي يعتبر واجهة إعلامية محترمة ومشرفة إلى أبعد الحدود.